طيب عايز اسال سؤال، في حد هنا بيعرف يتكلم نوبي كويس؟ بيرفكت. مفيش حد؟ واحد؟ عيب والله. ليه؟ طيب في حد بيفهم بس ما بيتكلمش؟ بيفهم. جميل والله. طب في حد لا بيفهم ولا بيتكلم بس حافظ اغاني نوبي؟ ما شاء الله. ما شاء الله. الله ينور. الله ينور. طب مش جه بقى الوقت ان احنا نتعلم ده؟ يعني احنا المفروض دلوقتي ان احنا نتعلم ده بقى. ايه المشكلة؟ يعني اتعلموا برضه عننا مفيش مشكلة، اتعلموا. طيب المفروض ان احنا بقى نرجع نعمل ريفريش للغة بتاعتنا، ان احنا المفروض ان احنا نرجع بقى نتعلم الكلام ده، بحيث ان احنا الاجيال بتاعتنا دي يعني في الغالب اخر اجيال هتبقى بتفهم او بتتكلم نوبي، الاجيال اللي جايه كلها وبالاخص الناس اللي عايشين في القاهرة ما اللي جايه دي كلها مش هيبقوا عارفين اي حاجه عن النوبه، يعني هيبقى اسم نوبي بس انما كلغه والكلام ده كله مش هيبقى عنده اي حاجه تاني. فاحنا هو انا عامه بالنسبه لي يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اتعلم نوبي واعلم غيري بحيث ان احنا نرجع نشجع بعض تاني ونتعلم اكتر واكتر واللغه بتاعتنا ما تندثرش، احنا عايزينها تفضل مكمله مدى الحياه يعني ان شاء الله. فانا بدور على مبادرات او جمعيات بتعلم اللغه النوبيه بحيث اعرفها للناس، واللي يعرف يا ريت ما يتاخرش، يعني يا ريت يتعلم بقى على قد ما تقدر. طيب بفهم كويس وبتكلم الى حد يعني برتب جمل، بعمل جمل. ما انا عارف. مكتوب احمد ادريس الله يرحمه ورحمه الله عليه. لا اكيد عارف حاجه زي كده. انا بفهم كويس انما اللغه يعني ما بتكلمش قوي، بس انا بحاول على قد ما اقدر.